عايز افهم حاجة واحدة. ليه على طول جمهور الزمالك يعني ما بيتعلمش من جمهور الاهلي؟ ليه احنا مختلفين نادي الزمالك عن نادي الاهلي في النقطة دي؟ يعني عندنا نادي الزمالك خسر من المصري، لازم بعد مع اي هزيمة ولا اي تعادل لازم الدنيا تخرب، لازم الدنيا تولع في نادي الزمالك، لازم الجمهور يقعد يقول اللعيبة ما بتفهمش حاجة، ما بتعرفش تلعب، لازم نقول المدرب ما بيفهمش حاجة، مدرب فاشل، واللعيبة فاشلة، ومجلس إدارة فاشل مش عارف يجيب صفقات، وما نجح لناش غير صفقتين ثلاثة بس، وبكل الصفقات فاشله وما فيش فلوس، واللعيبه هربانه واللعيبه عايزه فلوس. لازم ليه نعمل كل الحوارات دي؟ ليه؟ ليه ما نعملش زي اي نادي في العالم؟ خسرنا ماتش او تعادلنا عادي مفيش مشكله يعني، بنزعل يوم وبعد كده تاني يوم بندعم النادي بتاعنا وبنفضل وراه وفي ظهره. ايه المشكله؟ يعني النادي الاهلي برضه تعادل مع نادي الاتحاد السكندري وزعلوا ليله الماتش، وبعد كده خلاص تاني يوم مفيش مشاكل. ليه احنا عندنا في نادي الزمالك الدنيا مختلفه؟ ليه الدنيا لازم تولع بعد كل ماتش وتصريحات من مش عارف مين، ممدوح عباس بينتقد فيها احمد ابو الفتوح ويقول لك لا ده عنده برد وفي جواسيس في النادي؟ ليه يا جماعه؟ الدنيا ابسط من كده. ده ماتش كوره، كسبت وخسرت وماتش كوره، انت بتكمل برضو حبك ودعمك لناديك بعد الماتش. ما انا مش بحب نادي الزمالك بس اول ما يكسب اقعد اقول انا زملكاوي وانا بدعم ومش عارف ايه، وفي ساعه الهزيمه اقعد اشتم وانتقد واعمل وهدي النادي. ليه بنعد؟ ليه لازم جمهور نادي الزمالك يهد المعبد فوق دماغنا؟ ليه؟ عادي يا جماعه، الموضوع سهل. مانشستر سيتي اهو عنده مشاكل، وريال مدريد عنده مشاكل في دفاعه، وعادي يا جماعه السكواد. مفيش فريق كامل، مفيش فريق في العالم كامل. يعني ريال مدريد بيكمل الموسم من غير مدافع مثلا، من غير باك رايت. مانشستر سيتي نفس القصه، اول ما اتصاب رودري نفس القصه، في مشاكل. عادي يا جماعه، كل فرق العالم فيها مشاكل في السكواد. مش لازم يبقى عندي في كل مركز 3 4 5 لعيبه، ما بتحصلش. واحنا كمان عندنا مشاكل وعندنا ازمات من بعد مرتضى منصور، فالموضوع مش سهل. الموضوع بياخد وقت عقبال ما تظبط الكلام ده كله. فيا ريت نهدى شويه ونصبر على الناس ونسيب الناس تشتغل، وبعد كده نبقى نحاسبهم بعد 4 سنين. مجلس اداره ده المفروض جمهور نادي الزمالك يحاسبه بعد 4 سنين، نبدا نشوف عمل ايه ما عملش ايه، وعضو الانتخابيه كده. مش بعد كل ماتش نقعد ننتقد فيهم، وده او دول فشله ودول صفقاتهم وحشه وجابوا كونراد مش لك. يا جماعه عادي، ساعات كتيرة جدا بتيجي صفقات بتبقى انت حاطط عليه امل كبير وبتجيلك النادي ما بتديلكش نفس الاداء اللي كانت عاملاه في النادي بتاعها. هو في اكتر يعني من امبابي مثلا؟ كان مكسر الدنيا في باريس سان جيرمان، واول سنه مع ريال مدريد اهو لسه برضه مش امبابي. عادي، مش قضيه يعني.